السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد منعم من قناة منعم أكاديمي. طبعا لو دي أول مرة ليك في القناة، طبعا تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس عشان يجيلك كل الفيديوهات اللي جاية. متنساش تاخد لفة بقية الفيديوهات، إن شاء الله تستفاد منهم بأكبر قدر ممكن. موضوع الفيديو بتاع النهاردة إن أنا في خلال الفترة اللي فاتت بفضل الله جالي انترفيوز كتيرة جدا عن طريق لينكد إن. طب ده حصل إزاي؟ وإيه الستبس اللي عملتها عشان أوصل لحاجة زي كده؟ والانترفيوز دي كانت منين؟ الانترفيوز دي كانت من شركات موجودة في مصر ومن شركات موجودة بره مصر. فمعنى كده ان في بعض الحاجات انا عملتها في خلال الفتره اللي فاتت خلت من ان انا ما كانش بيجي لي انترفيوز في الفتره دي، ان انا فجاه بقى بيجي لي انترفيوز كتيره جدا من شركات سواء في مصر او سواء بره مصر. طب ايه الستبس ديت والحاجات دي اللي هنشوفها مع بعضينا دلوقتي ونفصصها كده حاجه بحاجه ونقول ليه بنعمل كل حاجه فيهم. يلا بينا. كل الستبس اللي عملتها ان انا جيت هنا على جزء البروفايل وغيرت الاسم بتاعي في اللينك، يعني هنا كان احمد داش منعم داش سي ام تقريبا. فالفكره كلها ان انا جيت هنا وخليتها منعم بس، لان ده بيبقى اسهل على السيرش، وفي نفس الوقت ان انا لو اي حد بيسيرش هيلاقي مثلا انا مسمي نفسي منعم او احمد منعم فهيسيرش بنفس الطريقه. ده في الورست كيس، بس انت بتحاول تعتبر كل حاجه زي ما الكتاب بيقول عشان تبقى عامل اللي عليك قدر الامكان. دي اول حاجه. تاني حاجه ان انا هنا بكتب في الهيدلاين بتاعي التايتل بتاعي او انا بعمل ايه حاليا في الشركه اللي انا فيها او في شركات تانية. فانا كتبت ان انا حاليا سينيور، وبما اني باكت از ليد في الشركه اللي انا فيها فكتبت ليد وموضح انا ايه التكنولوجي اللي انا شغال بيها وهي الاي او اس، بحيث اي حد هيسيرش عليا هيلاقي ان انا سينيور او ليد في الاي او اس. مجرد ما يسيرش على الاي او اس اصلا هيلاقي ان انا بظهر له، بس برضه هيبان في الباقي. في اللينك هنا انا حاطط التشانل بتاعت اليوتيوب بتاعتي، بحيث ان انا كده كده ده ريفرنس لاي حد عايز يشوف منعم بيقدم ايه، طريقه شرحه عامله ازاي. طبعا انت ممكن تحط البورتفوليو بتاعك، ممكن تحط مثلا جيت هاب بتاعك، دي بتختلف من شخص للتاني حسب كل حد. وطبعا انا هنا مخلي الكرييتور مود اون، ده ليه؟ عشان اقدر اضيف او ابقى ظاهر للناس اكتر، ابقى ظاهر مثلا برضو بيظهر لك الاناليتكس بتاعك. ده مش عايزين نحط دماغنا في حته الاناليتكس دي قوي، لان انت مش محتاج تهتم بمين قد ايه بيشوف البوست بتاعتك قد ما انت محتاج تهتم بالمحتوى اللي انت بتقدمه اصلا على لينكد ان. فدي برضو حاجه يعني مالكش دعوه بالارقام دي اصلا. بس كريتور مود بيفيدك اللي انت بتبين للناس انت بتتكلم عن ايه او ايه الحاجات اللي انت بتعملها في الوقت الحالي، وبرضو بيخلي البروفايل بتاعك يظهر بشكل افضل. ايه تاني؟ الجزء هنا بتاع الفيتشر دوت، دي البوستس اللي انت عايز الناس اول ما تخش تشوفها. فانا خليت البوستس اللي انا شايف اللي هي شيء كويس ان اي حد يخش عندي على البروفايل يقدر يشوفه. فعلى سبيل المثال دي كانت شويه بوستس انا اخترتها، شايف ان دي كونتنت مناسب ان اي حد ممكن لو بص عليه يفيده مهما كانت التكنولوجي بتاعته عامله ايه. على سبيل المثال حاجه عن التشانل بتاعتي، برزنت اللي كنت عاملها، شغل الريموت، الترافيك اللي كان موجود عندي على البروفايل قبل كده، مثلا حاجه عن الكارير بتاعي قبل كده كان عامل ازاي، والحاجه اللي انا عديت بيها حاجه انسبايرنج شويه، فشايف ان هي ممكن تفرق في حياه شخص. فطبعا انت في الفيتشر ده هنا انت بتختار الحاجه المناسبه ليك، الحاجه اللي انت شايف ان هي تبقى افضل ان الشخص لما يخش يشوفها. طبعا من ناحيه البوستس انا في كل فتره بنزل بوست حسب في بوست حاليا ينفع اصلا انزله ولا لا. طبعا انا ريكومند ان انت تنزل بوستس يوميا، بس لو مفيش حاجه تنزلها فمالهاش لازمه. ممكن انت كشخص مثلا بتقدم محتوى تبدا تنزل زي ما انا بعمل مثلا. ممكن انت شخص مثلا عايز تساعد حد باسئله انترفيو، في ناس بتعمل كتير كده الفتره دي. ممكن انت شخص عايز تشير اكسبيرينس معينه حصلت معاك، تجربه معينه معاك، تقدر تعمل حاجه زي كده. بس مش معنى كده ان انت مجبر تنزل بوست يوميا عندك عشان الناس تبدا تشوف ده اكتف ومش عارف ايه وكده. بالعكس اي كلام الناس هتنتقدك، واصلا الناس مش هتعمل لك، هتبدا تعمل انفولو بدل ما انت عايز الناس تعمل لك فولو او يبقى عندك فولورز مثلا عشان تبقى باين البروفايل بتاعك بيظهر. نبدا نشوف بقى ايه تاني غير البوست. الاباوت انا بالنسبه لي كنت شايف حاجه حلوه جدا ان انا ابدا اشوف فيها الحاجه اللي انا بعملها، البلاد اللي انا اشتغلت معاها سواء بقى الجيريا او السعوديه او كينيا او ايا كان البلاد اللي انت اشتغلت فيها ايه. وضحت ان انا اشتغلت اكتر من 3 سنين، ما يقرب ل 3 سنين ونص، كله كان من البيت، عشان برضه في ان كيس ان حد بيدور على شخص مناسب مع الشغل الريموت فهياخد باله من حاجه زي كده، هيفضل حاجه زي كده. كتبت ان انا اشتغلت انستراكتور تيك رايتر بلس شغال اصلا حاليا سينيور او ليد في السوفت وير انجينيرنج في الاي اس. وضحت شويه حاجات مهمه بالنسبه لاي حد بيفلتر بروفايل كتكنيكال نولج بالنسبه لي برضه في الاي او اس، وايفن حاجات زي ديزاين باترنز دي ان جنرال، سوليد برنسبلز، الكلين اركتكتشر. ركزت على الحاجات المناسبه معانا، مثلا حاليا اي حد بيبقى عايز شخص شغال سويفت يو اي كيت، الحاجات اللي اكتبها كلها انا ببقى عارفها، بحيث ان الشخص لما يخش يبص عندي يبقى الحاجه دي يجي يسالني عليها في الانترفيو، الحاجه دي اوريدي موجوده مش مجرد حاجات مكتوبه وخلاص. وبدات احط شويه حاجات كده بتبقى بلس اشوفها في الجوب ديسكريبشن، فدي بدات حاجات انا اوريدي اشتغلت عليها، فليه ما اضيفهاش، ليه ما بينش ان انا اوريدي عارف حاجه زي
زي كده، بدات اقول برضو زي السمري للتاسكس اللي انا شغال عليها حاليا، وفي الاخر اديت زي كده حته بسيطه عن الجزء بتاع التشانل بتاع اليوتيوب بتاعتي، ومثلا ايه الحاجات اللي بقدمها فيها. وبرضو قلت ان انا كده كده اي حد عايز يشوفها هيلاقي البروفايل او هيلاقي التشانل موجوده اوريدي فوق. ده اباوت حاولت اخليه دسم شويه بحيث ان اي شخص يبص عليه ياخد باله ان قد ايه مثلا البروفايل ده ممكن يكون مناسب معاه ولا لا، ويكون عنده ديتيلز كفايه بحيث انه يقرر الشخص ده يكون مناسب اللي انا اكلمه او ما اكلموش. ايه تاني، جيت هنا في التوب سكيلز حطيت الحاجات اقوى حاجات سواء في السوفت وير او بالنسبه لي طبعا انا عايز حد يشوفها اللي هي الاي اس ديفلوبمنت وسويفت. غير كده بقى الحاجات اللي هي السوفت وير كونسبتس اللي موجوده عندنا، كلين اركتكتشر، سوليد برنسبل، ديزاين باترنز، دي حاجات بتبقى مهتم بيها اي شخص بيهاير حد في السوفت وير اندستري. طب بعد كده بدات اخش على الاكسبيرينس بتاعتي، احنا مش هنخش فيهم كلهم، انا هوريكم بس زي اول كام حاجه توضح ايه تحديدا التاسكس بتاعتي وايه الحاجات اللي انا عملتها. بدات ادي بالظبط السكيلز اللي انا شغال بيها في كل تايتل وبديتيلز للتاسكس ديت، عشان زي ما قلت قبل كده صعب ان الحاجات دي كلها تكون موجوده في السي في، فانت بالتالي بتلعب ان انت في السي في بتحط جزء قليله قوي وبعد كده تحط كل الديتيلز بقى اللي انت محتاج تضيفها في الديسكربشن بتاع لينكد ان، لان انت كده يعني السي في هو حاجه شورت بس انا بوري له انا بعمل ايه، لكن في لينكد ان انت براحتك، ده البروفايل اللي انت بتشو الباور بتاعتك. فالفكره هنا ان انا عملت نفس الموضوع، وضحت كل شغل انا بعمل فيه ايه، الابلكيشنز اللي اشتغلت عليها، الديتيلز بالعدد الشهور اللي كنت شغالها في كل حاجه والحاجات اللي اشتغلت بيها هناك، وكل ده نفس الكلام برضو في كل شغل بعمل نفس الموضوع بالظبط. فده ليه؟ ده لان انت في الاخر الشخص بيخش بيشوف الحاجات دي مناسبه معايا، ده طب فعلا ده الراجل ده عمل 1 2 3، احنا محتاجين حد يكون عمل 1 2 3. طب مثلا الشخص ده بيأكت از ليد، طب انا ليه مثلا اكلمه ان هو يجي عند الشركه بتاعتي يشتغل كتيك ليد، لان عمل 1 2 3 من الحاجات بتاعت الليد. فكل دي حاجات بتكون مناسبه جدا ان انت تبدا تقدمها او انت تبدا تضيفها في البروفايل بتاعك عشان الناس تبدا تشوفها. حد هيقول لي انت سايب حاجه زي كده ليه؟ هقول لك لان انا هنا كنت شغال زي كول سنتر، ودي عملت عنها فيديو قبل كده انا ازاي في كول سنتر رحت للسوفت وير اندستري، فانا سايبها بحكم ان انا ده شغل كنت شغاله عشان ما يبقاش ان انا سايب جاب في الفتره دي انا ما كنتش شغال فيها، لا بس انا اوريدي انا كنت شغال وده شغل انا كنت بعمله، مش حاطط فيه اي ديتيلز لان ده حاجه مالهاش علاقه بالتراك او بالمجال بتاعي. طبعا هنا حاطط الاديوكيشن، مش حاطط فيه اي ديتيلز لان هو بس الكليه بالنسبه لي، وان انا دي بكالوريوس ديجري بالنسبه مثلا لو اي حد لو شركه بره مصر محتاجه تعرف ايه الديجري بتاعتك، وكاتب مثلا 2015 2019 ليس الا. حاجات تانية دي برضو حاجات ممكن قد تبدو بسيطه بس هي بتفرق، مثلا ان انت ده الراجل ده كان عنده باك جراوند بسيط عن السايبر سيكيورتي، مثلا كان عنده باك جراوند بسيط عن الكريپتوغرافي، ده كان مثلا مهتم بحاجه زي كده. الحاجات دي كلها بتدي انديكيشنز بسيطه ان الشخص ده كان عنده خبرات بسيطه في حاجات مختلفه. فما فيش حاجه اسمها الشغل ده مش مهم او ما تحطش حاجه زي كده، لا بالعكس، انا من شغل بسيط كنت حاطه، يعني انا كنت حاطط شغل، انا كنت شغال انستراكتور، يعني مثلا كنت شغال في اميت، ما استفدتش اي حاجه من الشغل في اميت غير ان انا جالي شغل في شركه في امريكا اسمها كودينج دوجو عشان انا كنت اشتغلت اي اس انستراكتور في شركه زي اميت. فدي حاجه مهمه جدا 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 ان انت تحطها. ممكن قد يبدو الشغل بسيط وانت مثلا ما استفدتش فيه، يعني ما خدتش فيه فلوس، ما خدتش اي حاجه، بس ده فرق معايا حرفيا ان لما كان حد بيدور على شغل لاي اس انستراكتور ده لقى ان انا فعلا كنت شغال انستراكتور قبل كده في مكان فجاي يكلمني. فهي دي كل حاجه انت بتضيفها في البروفايل بتاعك بتفرق معاك حتى لو انت شايفها تافهه او بسيطه. البروجكتس انا حطيت البروجكتس اللي انا اشتغلت عليها وبرده حطيت ديتيلز لكل بروجكت، فانت هنا لو دخلنا مثلا اي بروجكت هجيب لك الديتيلز بتاعته وايه الحاجات اللي حصلت فيه والبروجكت ده بيتكلم عن ايه ومع شركه ايه وكل الكلام ده. وبرده الموضوع ده مهم جدا جدا جدا، لان زي ما قلت لك انت في السي في بتبقى حاطط اللينك بس، طب هو الشخص عايز يعرف ايه البروجكت ده ومش عارف ايه وكده، ممكن لو دخل على لينكد ان يلاقي ديتيلز اكتر عنه، لان كده كده حتى لو دخل على الاب ستور او لو دخل ايفن لو انت شغال فول ستاك مثلا ودخل على الويب سايت اللي انت عامله، فبالنسبه له حاجه مش لطيفه ان انا مثلا ده انا ماشي طب انت ايه التكنولوجيز اشتغلت بيها، عملت ايه، سويت ايه. فدي حاجات كلها بتفرق مع الشخص مثلا لو بيقيم الراجل ده من ناحيه مثلا ايه الحاجات اللي اشتغل بيها في البروجكتس دي. اخر كام حاجه الفولنتيرنج، دي حاجات انا كنت عاملها وقت الكليه فكنت شايف انها حاجه كويسه سبيشالي لو حد لسه ما لقاش شغل اصلا. الحاجات دي بتفرق، بتبين قد ايه الراجل ده ممكن يكون عنده سوفت سكيلز، ان هو مثلا دخل ستودنت اكتيفيتيز، اتعامل مع ناس، شاف ناس، مش عارف ايه، بيبقى فيها بعض الليدرشيب، في ناس بتتريق عليها شويه بس يعني الموضوع ساعات بيفرق بالنسبه لبعض الشركات سبيشالي لو انت فريش جرادويت او لو انت لسه متخرج جديد، الموضوع ده بيفرق معاك جدا جدا جدا. اخر حاجه هو موضوع الاندورسمنتس او الريكومنديشنز. انا بصراحه يعني انا عن نفسي انا كنت بشوف ان انا مثلا لو في شخص انا ساعدته باي حاجه فكنت عادي بطلب منه ان هو يخش يقول انا افدته ازاي او ساعدته ازاي في اي حاجه زي كده، وبالتالي بقى عندي شويه اندورسمنتس كويسه من ناس كويسه مختلف التراكس مختلف الشغل اللي انا اشتغلته مش مجرد في شركه واحده، لان دي حاجه بتفرق معاك جدا جدا، وسبيشالي ان الشخص ده بيتكلم ان هو اشتغل معاك وده اللي حصل معاك. فطبعا بلس ان انت مش لازم تريكوست حاجه زي كده، بس في ان كيس ان انت فعلا شايف ان انت افدت
شخص يعني انا الحمد لله الناس دوت عملوا لي، في ناس منهم انا كنت طالب منهم ان هم يعملوا لي عادي اندورسمنت بحكم ان انا مثلا لو كنت ساعدتك في اي حاجه قبل كده، وفي ناس تانيين لا عادي كانوا هم دخلوا عملوا لي منهم نفسهم. فدي عادي، انا شايف ان هي مش عيب تماما طالما انت شايف ان انت عملت سبورت للشخص ده بطريقه ما، اللي انت تطلب منه لو ما فيهاش مشكله ان هو يعمل لك اندورسمنت او ريكومنديشن على لينكد ان. دي الحاجات او الستبس اللي انا كنت بتكلم عنها واللي كنت بقول ان هي فرقت معايا جدا، وفعلا بعد ما عملت الحاجات دي الموضوع فرق معايا جدا جدا جدا. بلس حاجه مهمه قوي، الكونكشنز بتوعك، حاول تكبر الكونكشنز في التراك بتاعك، سواء بقى مثلا انا بالنسبه لي كنت بكونكت مع ناس موبايل ابلكيشنز او موبايل ابلكيشن ديفلوبرز، سواء فلاتر اندرويد اي او اس. كنت بشوف عادي اي حد في السوفت وير اندستري كنت بحب اعمل كونكت معاه، اي حد طبعا تالنت اكوزيشن او اتش ار، الحاجات دي كلها بتفرق معاك جدا جدا جدا. فكل الحاجات دي بتسبورتك وبتساعدك ان انت البروفايل بتاعك يبقى ظاهر، ان الناس دول تبقى انت في دماغهم مجرد ما يبقى في اي اوبن بوزيشن بيجي يفكر في الشخص اللي موجود على لينكد ان او اللي عدى البروفايل بتاعه عليا قبل كده او اي حاجه زي دي. فدي حاجات مهمه جدا جدا لازم نكون حاطينها في دماغنا. بكده بيكون موضوع الفيديو بتاع النهارده خلص. اتمنى بقى ان الناس تبدا تاخد بالها من الستبس دي كويس جدا وتبدا تعمل لها ابلاي على البروفايل بتاعها. وعايزكم تقولوا لي في الكومنتات وحتى تبعتوا لي على لينكد ان تقولوا لي هل الموضوع فعلا نجح معاكم ولا ما نجحش، ولو نجح طب كانت ايه النتيجه، ربنا كرمكم ان شاء الله واتقبلتم في شغل ولا لا. ده كده كان موضوع الفيديو بتاع النهارده. يا ريت يكون الفيديو عجبكم، وكالعاده طبعا لو عجبنا ما تنساش نعمله لايك ونشيره مع كل الناس. عايزين نوصل المعلومه لاكبر قدر ممكن. نشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. مع السلامه.